السلام عليكم حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين. النهارده عيد الام، يا رب كل سنه وكل ام طيبه ويحفظها لاولادها ويحفظ اولادها ليها يا رب العالمين، ويخلي لنا كلنا امهاتنا بركه حياتنا كده، واللي دعوتهم كده بالدنيا واللي وجودهم معانا كده منور حياتنا يا رب العالمين. بصوا بقى، انا حبيت اوريكم النهارده اولادي جابوا لي ايه بقى في عيد الام. بصوا الاسدال القمر اللي انا لابساه ده، هما طبعا شايفين الاسدال بتاعي قدم وكده، فهم حبوا يفرحوني النهارده. انا ما طلبتش منهم اي حاجه، انا لقيتهم لوحدهم كده جايين مفاجئيني بالاسدال ده. حوشوا هما الاثنين كده من مصروفهم ونزلوا اشتروه لي. بصراحه اسدال قمر قوي. يا رب تقولوا لي كده رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في الاسدال ده. وطبعا حاجه فرحتني جدا، لان تبقى حاجه حلوه قوي ان ولادك يبقوا لماحين كده وبيبقوا عارفين انت نفسك في ايه. فربنا يحفظهم لي يا رب ويخليهم لي. وبصوا حظاظات القمر دي كل واحده فيهم جابت لي واحده. ربنا يا رب يخليهم لي ويحفظهم لي يا رب، زي ما هم فرحوني كده في عيد الام ويخليهم لي يا رب العالمين. قررت بقى النهارده اعمل لهم كده حاجه خفيفه كده على السحور. احنا بنحبوا كده نتسحروا حاجه خفيفه، ما بنحبش بقى ناكلوا عيش بقى وموز تاني، لان الواحد بيدبها على الفطار وخلاص بقى المعده بتبقى مش مستحمله. فهم قالوا لي احنا عايزين بقى نتسحر قطايف يا ماما، بس هم بيحبوا بقى القطايف اعملها حادقه. فانا قررت اعملها لهم كده بالجبنه. انا عندي هنا الجبنه دي هم بيعشقوها، الرودس دي تحفه، رودس بالجبنه الرومي، ومعايا برده هنا جبنه رومي مبشوره على ميكس كده موتزاريلا. وقررت بقى ان انا احشيها لهم بالطريقه اللي انا هوريها لكم دي. انا بحشيها كده زي السندوتشات اهي. نعمله بقى جنبها شاي بلبن وناكله كده حاجه خفيفه كده، لان المعده الواحد مش بيبقى مستحمل بقى ياكل حاجه تقيله بالليل. بس كده. وهنحط لهم عليها كده شويه ميكس من الجبن دي، وبقفلها بقى انا بالطريقه دي كده اهي. احط عليها واحده كمان وبقفلها كده زي ما بتقفلي كده العيش باللحمه اهو. تقفليها كده تبقى عامله كده شبه السندوتش كده، يمسكوها كده وياكلوها ويبلعوا كده بالشاي بلبن ومية مية. هخلص بقى انا اعمل لهم الكميه كده وهوريكم بقى. هنقلوها بقى في حته سمنه فلاحي كده، بيبقى طعمها ما اقولكوش بقى حاجه وهم. خلصنا بقى الكميه اهي معانا اهي، خلصتها كده بالشكل ده. بصوا بقى، دي يا اما تتعمل معامله ان انت تدهنيها كده من فوق ومن تحت وتدخليها كده على الشوايه وتقلبيها، يا اما انا هعملها زي ما هعملها كده في الجريل. معايا الطاسه اهي، هحطها على النار معايا بقى سمنه فلاحي ما اقولكوش. بصوا بقى الجمال والحلاوه، بصوا تحفه ريحتها جنان. هنحط بقى حته سمنه فلاحي كده اهي. دي بقى هتخلي طعم القطايف بتاعتك في حته تانيه. وانا مش هكتر بقى، انا ما بحبش كده القطايف تبقى مليانه كده دهننه. بحب كده حاجه بسيطه كده، واكنك كده بتشوحيها كده مع قلب السمنه. يلا بقى هحطها كده اهو، وهدي عليها بقى النار كده، خليها وسط اهي كده، يا دوبك كده تشويحه من على الجنبين وبطلعها اهو كده بالشكل ده. جربي بقى القطايف بالطريقه دي هتعجبك قوي. بس بقى وهقلبها الناحيه التانيه اهو، تاخد بس معاكي اللون وتقلبيها على طول، تاخدش معاكي اي حاجه اهي، تشويحه بس كده خفيفه. بصوا بقى، بصوا جمال القطايف ولونها الذهبي الجميل. بصوا الجمال والحلاوه، تتاكل كده بتبقى خفيفه جدا وجميله. وهنعمل جنبها كده شاي بلبن. بس هو ده سحورنا النهارده، فكره سحور كده خفيفه كده، وحاجه فكره جديده كده للقطايف كده تعمليها وتجربيها. تقولي رايك بقى في الكومنتات على القطايف، وتقولي رايك بقى على الاسدال اللي ولادي جابوه لي دول. يا رب الفيديو حبايبي يكون عجبكم ومنوريني دايما.